احنا مشرفنا طبعا اللي هو فؤاد سكر، ده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لصيد الأسماك. ومن حسن حظنا أيضا إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لصيد الأسماك بالكامل موجودين معانا وحاضرين معانا وبيدعمونا إن احنا ننجح هذه الهواية ونوصلها لكل الناس. سيادة اللواء فؤاد. أكرم على دعوته لحضور هذا اللقاء التدريبي العلمي، وإن شاء الله تستفيدوا بالمعلومة بإذن الله اللي هنديها. تعريفا، لواء فؤاد عبد المنعم سكر، عضو الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك لدورتين، رئيس اللجنة الفنية للاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك. بداية طبعا احنا مش هنبتدي المحاضرة غير لما نعرف بس بعد إذنكم مين هنا هو من السادة الموجودين من الناس القدام اللي بيمارسوا رياضة صيد الأسماك. بس أشوف يرفع إيده. الغالبية العظمى لسه مستجدين يعني في الرياضة. طيب أهلا بيكم. قبل ما نبتدي المحاضرة بتاعتنا بنشرف بحضور السيد المهندس محمد مأمون قداح، رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك. قبل ما نبتدي المحاضرة بتاعتنا اللي هي الكاتش اند ريليز أو الصيد والإطلاق، بنحب ندي فكرة عامة وسريعة عن الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، ثم بعد ذلك بندي فكرة عن الاتحادات الدولية، وبعدين بنخش إن شاء الله في المحاضرة بتاعتنا. مش هنطول على حضراتكم، أنا شايف البرنامج مشحون، فبإذن الله هنحاول إن احنا ندي مقتطفات بسيطة عن الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه. الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك مكون من رئيس و8 أعضاء. السيد محمد مأمون قداح، السيد اللواء فؤاد سكر، سيادة اللواء مهندس عادل خيري، المحاسب فكري عبد الجليل، سيادة العميد خالد البنا، سيادة المهندس مجدي سعد الدين، مدام بسمة، توماس، والدكتور صيدلي محمد قاسم. من هذا التشكيل بينبثق منه مجموعة لجان، مش موضوع حوارنا دلوقتي، اللي هم بيشرفوا على البطولات بتاعة الاتحاد طبقا للبرنامج الزمني المحدد والمعتمد من وزارة التربية ووزارة الدولة للرياضة. نبذة سريعة عن الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك. أول ما بدأ نشاطه كان سنة عام 1982، واللي بدأ سيد مرعي رحمه الله، وكان أول اجتماع للجمعية التأسيسية في 11 شهر 11 82، وكانت الأعضاء المؤسسين لهذا الموضوع كانوا 4 أندية، اللي هو نادي اليخت المصري بالإسكندرية، ونادي صيد اسكندرية، نادي الدقي، ونادي الرياضات البحرية بالغردقة. كان عدد الأعضاء اللي موجودين هو 168 عضو. سنة 83 أشهر كاتحاد نوعي تابع لوزارة الشباب، ثم بعد كده في 2002 أعيد إشهاره وأصبح تبعيته لقطاع الرياضة، وفي 2006 تم تغيير اسمه من الاتحاد المصري لرياضة صيد للهواة إلى الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، تمشيا مع المسميات الدولية في ذات الوقت. في 2008 صدر قرار من وزارة الدولة للرياضة باعتباره اتحاد رياضي بيخضع للوائح والتعليمات الصادرة من وزارة الدولة للرياضة. الاتحاد المصري بيشارك في اتحادين دوليين، اللي هو الاتحاد الدولي للصيد في المياه المالحة والاتحاد الدولي للصيد في المياه العذبة. الاتحاد الدولي للصيد في المياه المالحة اللي هو الفيبس مير، والاتحاد الدولي للصيد في المياه العذبة اللي هو الفيبسيد. عضوية الاتحاد في الاتحادات الدولية في 2002 2003
ووافق على ضم الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك للاتحاد الدولي بالإجماع. وفي عام 2010 قبل كعضو في الاتحاد الدولي للصيد في المياه العذبة. طبعا هدف الاتحاد نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة وتنشيط السياحة والارتقاء بمستوى اللعيبة أو المتسابقين أو الرياضيين اللي بيمارسوا هذا بالإضافة إلى المحكمين اللي بيختارهم الاتحاد لمتابعة ومراقبة الفرق المشاركة في البطولات. عندنا في الاتحاد بنقوم بمجموعة أنشطة، في كاس اتحاد وفي بطولات جمهورية وفي بطولات مفتوحة وفي مهرجانات رياضية. بالنسبة لكاس الاتحاد وبالنسبة لبطولة الجمهورية عندنا الصيد بالجر والصيد بالتسقيط والصيد بالجيجنج والبوبينج والصيد للشباب تحت 16 وتحت 21. ده بالنسبة للبطولات اللي بتتم بالنسبة للكاس الاتحاد أو بالنسبة لبطولات الجمهورية. عندنا مهرجانات زي مهرجان أو بطولة اسكندرية قومية لرياضة صيد الأسماك، ودي بتبقى موجودة في نادي صيد اسكندرية. بطولة البحر الأبيض المتوسط ودي بتبقى موجودة في نادي يخت اسكندرية. بالنسبة لبطولة المنيا بتبقى موجودة في المنيا. عندنا جمال نظيم ودي بتبقى موجودة في نادي الرياضات البحرية بالغردقة. المحافظات اللي احنا بنقوم بممارسة النشاط فيها عندنا بحر الأحمر، الغردقة، وبنسعى حاليا لإقامة بطولات في شرم الشيخ. عندنا محافظة اسكندرية، عندنا محافظة مطروح برضو فيها مهرجان، عندنا محافظة المنيا. دي المحافظات الأساسية اللي احنا بنمارس فيها النشاط في الوقت الحالي. الاتحاد له هيكل تنظيمي، رئيس اتحاد، أعضاء مجلس إدارة، وفرع شؤون مالية، فرع شؤون إدارية، ومدير تنفيذي وسكرتاري. طبعا لكل قسم من هذه الأقسام أو هذه الفروع له واجبات واختصاصات مش مجالنا، لأن كل واحدة منها عايزة لها محاضرة لوحدها. بيتبع برضو بيتبع الاتحاد المصري 4 مناطق رياضية، لكل منطقة لها مجلس إدارة مستقل. المنطقة الشمالية الغربية بتضم اسكندرية والبحيرة ومطروح. المنطقة الوسطى وبتضم القاهرة والجيزة والغربية والفيوم. وعندي المنطقة الشمالية الشرقية عندي بورسعيد ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس. عندي المنطقة الجنوبية من بني سويف لحد أسوان. كل منطقة من هذه المناطق لها واجبات واختصاصات ولها تشكيل مستقل بذاتها، مشابه للتشكيل بتاع مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك بس على مصغر. برضه رئيس مجلس إدارة للمنطقة ومع أعضاء مجلس إدارة وسكرتير ومدير تنفيذي. عندنا الأندية والهيئات التابعة لكل منطقة. عندي حوالي 18 هيئة ونادي بالنسبة للمنطقة الشمالية. بالنسبة للوسطى عندي حوالي 15. بالنسبة للشمالية الشرقية عندي 14. المنطقة الجنوبية عندي حوالي 10 فرق تقريبا. دي الهيئات والأندية اللي تابعة لوزارة الدولة للرياضة. عشان أي نادي أو هيئة بيحب ينضم للاتحاد لازم تكون هناك شروط معينة. بيقدم طلب للاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك مرفق به بيانات عن المقر الرئيسي للاتحاد ونسختين من لائحة النظام الأساسي ونسختين من آخر تقرير سنوي لنشاط الهيئة وموازنتها المعتمدة. وبعدين لازم يكون واخد موافقة الجهة الإدارية التابعة ليها، يعني اللي في اسكندرية بياخد موافقة وزارة مدير عام أو وكيل وزارة الشباب والرياضة اللي موجود في اسكندرية بيؤشر على الطلب قبل ما بيبعته للاتحاد المصري، عشان بعد كده بتاخد الأوراق دي كلها وبنبعتها لوزارة الدولة للرياضة لأخذ الموافقة.
نيجي للاتحادات الدولية. احنا تملي بنسمع عن حاجة اسمها الإجفا أو الانترناشونال جيم فيش أسوسيشن أو البيبس أو السيبس. الإجفا دي منظمة اللي هي البادج الفوقاني خالص ده، الإجفا دي منظمة غير ربحية، وهنعرف ازاي او امتى اتشكلت وايه واجباتها واختصاصاتها بعد كده. الرئيسي بقى عندي اللي هو السيبس. السيبس ده اللي هو International Confederation Sport Fishing، وده بينبثق منه 4 اتحادات أخرى. اتحاد بيتبع الصيد في المياه العذبة، اتحاد بيتبع للصيد في المياه المالحة، اتحاد خاص بالفلاي فيشنج أو الذبابة، والاتحاد الرابع اللي هو الكاستنج أو التشويح. دول ال4 اتحادات الرئيسية اللي بيتبعوا السيبس. يبقى أنا عندي السيبس ده الأساس، وبيطبقوا كل دول بيطبقوا اللوائح والقوانين اللي حطاها الإكفا، اللي هو أول شعار أو اللوجو هنكون حاطينه فوق خالص. إيه الإكفا دي بقى عبارة عن إيه؟ إحنا عندنا لحد سنة 39 ما كانش فيه أي حاجة مثبتة عن الأسماك أو الأرقام القياسية لها على مستوى العالم. لكن في نادي التونة الإنجليزي أو البريطاني مجموعة منه فكروا في سنة 30 إن هم يشكلوا اتحاد أو منظمة تجمع كل هذه المعلومات ويبقى مرجع للأندية كلها، ويحطوا قواعد. قال لك إن الصيد بيشتمل على بوصة ومكنة ونايلون أو شعر وصنارة أو ربلة، فحطوا لكل حاجة من دول لائحة. البوصة عملوا لها لائحة، المكنة عملوا لها لائحة، الشعر عملوا له لائحة، الربلة أو الصنارة أو الطعم الحي أو الطعم الطبيعي أو الطعم الصناعي، حطوا لكل واحدة من دول لوائح للاستخدام. هذه اللوائح طبعا هتبقى في محاضرة إن شاء الله مستقلة بذاتها، لكن احنا بندي فكرة عامة دلوقتي. بدأوا سنة 39 مع بداية الحرب، كانوا تأخروا إلا أنهم بدأوا في عمل بطولة في أستراليا، حضرها مجموعة من أستراليا ومن نيوزيلندا ومن أمريكا، وقعدوا مع بعض اتكلموا في موضوع الإكفا، واستقر الرأي على أنها أصل الموضوع كان نابع من نادي التونة الإنجليزي، لكن المندوب الأمريكي اللي كان موجود في هذا الوقت كان رئيس مركز التاريخ الطبيعي في أمريكا، فقال لهم احنا ما عندناش مانع، نعمل هذا المركز او هذه الجمعيه او الاجفا ديت او المنظمه ديت نعملها في امريكا. فبعد ما رجعوا وافقوا على انها تتعمل في امريكا، فبدات في فلوريدا ثم في نيويورك، وبعد كده انتقلت الى فلوريدا واستقرت في النهايه في ميامي. المقر بتاعها الحقيقه مكون من عده طوابق على مساحه كبيره، جزء منه خاص بمتحف احياء بحريه ومكتبه وقاعات اجتماعات، يعني على مساحه كبيره الحقيقه شامل لكل حاجه. بداوا يجمعوا كل ما هو خاص بالاسماك، انواعها، اماكن تواجدها، تكاثرها، اعماق اللي بتتواجد عليها، اكثر وزن منشور او معلن، اكبر طول معلن. جمعوا كل حاجه عن جميع الاسماك وبداوا يمدوا الاتحادات الاخرى بهذه البيانات. اكبر بطولات بتتم على مستوى العالم هي البطولات اللي بتعملها الاكفا. بنلاقي الاكفا لما تيجي تحدد بطوله من البطولات يقول لك الحد الادنى سي لنوع من السمك المعين مش اقل من 250 كيلو جرام في البطوله، يعني السمك اللي اقل من 250 كيلو جرام ما تخشش في التصنيف بتاع الفريق المشارك.
ولذلك بتعتبر اعلى او اكبر بطولات هي اللي بتقوم بيها الإكفا. هنلاقي برضو المكافآت او الجوائز 200,000 دولار، 300,000 دولار، تصل في بعض الحالات الى مليون دولار. السيبس اللي هو ما بعد او اللي هو هيطبق القواعد واللوائح بتاعه الإكفا. اول ما انشئ سنه 52 في روما، وما زال موجود حتى الان في روما. عدد اعضائه تقريبا حوالي 115 عضو، بيتبعوا 50 او اكثر من 50 مليون ممارس لهوايه صيد الاسماك. بيقيم في خلال العام بطولات كاس اتحاد ما بين الدول الاوروبيه وما بين الانديه، حوالي من 30 الى 40 بطوله سنويا. بيطبق اللوائح والقوانين اللي وضعها الإكفا. بينبثق منه زي ما قلنا قبل كده 4 اتحادات او فيبس: اتحاد الصيد في المياه المالحه، اتحاد الصيد في المياه العذبه، اتحاد الفلاي فيشنج، واتحاد الكاستنج. احنا عشان بنتكلم في الاتحاد الصيد المياه العذبه والمياه الحلوه اللي احنا اعضاء فيه، هنشوف النهارده التشكيل بتاع السيبس. زي ما قلنا في 4 اتحادات: الصيد في المياه العذبه، الكاستنج، الصيد في المياه المالحه، والفلاي فيشنج. الموضوع بتاعنا احنا اساسا اللي هو سبورت سي انجلينج، اللي هو الصيد في المياه المالحه. بينقسم الى عده انشطه: الشور انجلينج او الصيد الشاطئي، البوت انجلينج او الصيد من المراكب، واللونج سلينجينج اوف سي ويت، وده اللي هو بيستخدم فيه اوزان مختلفه لمسافات مختلفه، وده كل واحده من دول لها محاضره مستقله بذاتها. لكن احنا بندي دلوقتي زي ما بقول بندي فكره عامه، وبعدين اللايت تاكلز اللي هي الحاجات الخفيفه. بيهمني هنا بقى في الجيم فيشنج. الجيم فيشنج عندي كونتيننتال، مسابقات قارات، وعندي مسابقات عالم، وفي كل منهم بيبقى فيه كلاب ونيشنز بين الانديه وبين الدول. الكونتيننتال ده اللي هي القارات، ده ما بيبقاش فيها النوعين دول. هنرجع بقى تاني ناخد السي انجلينج فروم بوت. ناخد الاول الانواع الكومبيتيشن. عندي الانتركونتيننتال والانترناشونال كومبيتيشن والورلد كومبيتيشن. عندي انتركونتيننتال اللي هي القارات، بطولة العالم، البطولات الدولية. العالم والدولية كل واحدة منهم بتنقسم إلى بطولات ما بين الأندية وبطولات ما بين الدول. البيج جيم عندي انجلينج فروم انكور، اللي هو المركب وهو واقف رامي الخطاف بتاعه، او الترولينج، وده هيبقى له محاضره مستقله بذاته اعتقد في نهايه اليوم. عندي البيج جيم في سبين رود ان لو ووتر. السبين رود ده اللي هي في انواع من البوص، بيرمي وبعدين يبتدي يطول البوصه حته حته، وبعدين لما تضرب سمكه يروح شاكب السمكه ولا كحها زي ما بيقولوا، وبعدين يبتدي يفك الوصلات ديت واحده واحده لحد ما يوصل لطول البوصه العاديه. البوت انجلينج، الدريفتنج اللي هو التسويح، ده من غير انكر لكن بيسيب المركب تتحرك مع التيار الميه او مع الريح بتحدفها، ده اللي اسمه الدريفتنج او التسويح. الفلاي رود ده الفلاي فيشنج، ده مش موضوعنا. الشور انجلينج وده نوع من انواع اللي هو طريقه الصيد من الصيد الشاطئي.
الشور انجلينج والبوت انجلينج ده اللي احنا اتكلمه، اللي هو سي انجلينج. البوت انجلينج في منه اللي هو صيد باستخدام الانكر، باستخدام المخطاف. وبعدين هاند انجلينج اللي هو التسقيط اللي احنا بنمارسه في معظم البطولات. فروم دريفتنج بوت اللي هو المراكب اللي هي فيها تسويح. ثم الدريفتنج بوت ويز ارتفيشال لورز اللي هي الطعوم الصناعيه، ارتفيشال لور اللي هي الربلات الصناعي. الجاجينج وده اخر حاجه يمكن نزلت او استخدمت في طرق الصيد من البوت انجلينج، وده ما يبقاش فيها انكر اساسا. الشور انجلينج عندي شور انجلينج عادي ده من غير فله او عوامه. والنوع الثاني بالعوامه الروك انجلينج في مناطق الصخريه، والانجلينج فروم هاربر وده نظام ثاني بيستخدم بره اللي هو من الصيد من المواني. مقسمين مناطق، واخدين افريقيا مقسمينها الى منطقتين، منطقه شماليه ومنطقه جنوبيه. المنطقه الشماليه اللي هي افريكا زون نورث اوف اكواتور وساوث اوف اكواتور. المقصود بينها هنا اللي هو شمال خط الاستواء، الاكواتور اللي هو شمال خط الاستواء وجنوب خط الاستواء. شمال خط الاستواء في مجموعه دول منها مصر. جنوب خط الاستواء زي ما حضراتكم شايفينها اللي بالاخضر ده هي الدول جنوب خط الاستواء، الفوقاني ده هو شمال خط الاستواء. ومن قوانين الاتحاد الدولي انه لا يجوز دوله انها تشارك في اكثر من زون.